السلام عليكم واهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر باشم ودي قناه تعلم تي في. النهارده ان شاء الله هشاركك رساله مهمه جدا لكل طلبه الثانويه العامه، ولكن وانت بتشوف الفيديو ده متنساش بقى تعمل سبسكرايب في القناه وتعمل لايك للفيديو ده علشان يقدر يوصل لاكتر قدر من الناس اللي انا حابب ان انا اوصل لهم رساله معينه وخاصه طلبه الثانويه العامه. لكل طالب الثانويه العامه حابب ان انت تشوف الفيديو ده للاخر، وحابب ان انت تشاركه مع صحابك وان انت تشوفه كذا مرة وتفهم من مغزى الفيديو انا عايز اقول لك ايه. انا كنت دفعة 2019، دفعة كورونا، دفعة كانت منيلة بطين يعني من كل النواحي، من كان اداك تقديرات بس ما اداكش مجاميع، وكانت يعني سنة مليئة بالكوارث بالنسبة لي. بداية الثانوية العامة او الازهرية او ايا كان المرحلة اللي انت فيها بيبقى عندك شعور كده ان انت عايز ترفع سيفك وتقتل كل المدرسين وتقطع الكتب في بداية السنة، وبيبقى برضو عندك كمية شعور جدا وثقة في نفسك ان انت قدامك كلية طب او هندسة هتجيبها كده، اللي هو انا هقدر اجيب الكلية دي. وفي رسالة جدا جدا بتتقال لكل طالب الثانوية العامة، وتقريبا مفيش طالب ما بيشوفش الفيديو ده ما تقلوش الرسالة دي، من سواء كان ابوه او امه. يقول لك ايه؟ يقول لك احنا ناخد من لحمنا ونبيعه. والله العظيم انا افتكر ابويا لما قال لي كده، والله انا ممكن ما اكونش حققت الامنيه اللي ابويا كان نفسه ان انا اخش كليه هندسه او طب او ايا كان، ولكن الحمد لله ان انا في يوم من الايام حققت تارجت اعلى بكتير جدا من التارجت التعليمي او الاكاديمي في حاجات تانية كتير جدا اتعلمتها في الفتره بتاعت الكليه اللي انا فيها حاليا. وممكن الفترة اللي أنا دخلت فيها الكلية كلية الزراعة، إن أنا ما كنت لو دخلت طب أو هندسة ما كانش عندي تفرغ تام لحاجات كتير جدا اتعلمتها. فدايما شجاعة الشخص إن هو يثبت لنفسه إن هو راجل، حتى بص، حتى لو أنت ربنا ما قدركش وجبت الكلية اللي أنت عايزها، بس أنت دايما وأنت في مرحلة الثانوية او وانت في طريق الثانويه بالذات بتبقى سنه ممله، بتبقى سنه ممله بنفس يعني بمعنى الكلمه، مليئه بالاكتئاب ومليئه بالحزن ومليئه بان انت خلاص تعبت من جواك ومش قادر ان انت تكمل في فكره الثانويه، خلاص بقى اي كليه وخلاص. وهنا احب استشهد بحاجه حصلت لي في الثانويه العامه. كان طالب صاحبي كان جايب 99.8 أو 7/10. الطالب ده ما كانش حابب إن هو يخش طب أو هندسة أو أيا كان، لأ، هو كان حابب إن هو يمثل، ولكن كان في حاجة واحدة بس اللي هي مشجعاه، إن هو كان عايز يثبت لحاجة واحدة بس، هو يثبت لأبوه وأمه إن هو قد المسؤولية اللي هم وكلوه بيها، أو الفلوس اللي هم بيدوها للدروس، أو التعب اللي هو فيه. فهو حب يثبت لنفسه ان هو راجل، ويثبت للناس كلها ان هو راجل، ويثبت لابوه وامه ان انتوا مخلفين راجل وقد المسؤوليه اللي انتوا وكلتوه بيها دي. ودخل كليه الطب وحاليا في سنه ثالثه وبيجيب 3 سنين امتياز، ربنا يوفقه يعني. فاللي حابب اقوله لك ان فتره الثانويه العامه فتره بتبقى ممله، فحاول دايما وانت ماشي في طريق الثانويه العامه تفتكر حاجه واحده بس تخليك تراجع نفسك كل شويه. هل انت راضي ان انت تخش على ابوك او امك وانت جايب تقدير كويس وكليه كويسه وحاجه حتى لو انت مش حاببها بس حبيت تفرح ابوك او امك اللي هم كانوا نفسهم تخش الكليه دي، ولا تخش عليهم وانت جايب كليه يعني مش عايز اقول اي كلام، ولكن كليه ما كانش ابوك او امك نفسهم ان انت تخشها؟ فدايما رسالتي ليك من الاخر، حاول دايما وانت في طريقك في الثانويه العامه افتكر ان ابوك وامك مستنيين فرحه، يعني يفرحوا بيها، تعوضهم عن كل الشقى اللي هم شافوه. فبس كده.